امسكوا البطيخة، امسكوا البطيخة. خليها تمشي يا أخ، دي أول زبونة هربت من المشروع. كيف تعمل مقاطع زي دي بالذكاء الاصطناعي وتحقق من خلالها أرباح ومجانا؟ في الخطوة الأولى بتفتح تطبيق شات جي بي تي. تطبيق شات جي بي تي تطبيق ذكاء اصطناعي غني عن التعريف ومجاني 100%. حتحتاجه في توليد المشاهد. حتفتحه، حتكتب له عادي، اكتب لي قصة بالقرود باللغة العربية باللهجة السودانية. تتكون القصة من 3 مشاهد، بحيث يكون أي مشهد 10 ثواني. أنا هنا نسيت ما كتبتها. وبرومتات الشخصيات الرئيسية عشان شنو؟ عن الحفاظ على الشخصيات. تقول لي تكون البرومت باللغة الإنجليزية والحوار باللغة العربية باللهجة السودانية العامية. ركز في التفاصيل. أنا هنا قصة المشهد 10 ثواني ما كتبتها، لكن لازم تكتبها بعد برومتات المشاهد. تكتب له يكون المشهد 10 ثواني عشان شنو؟ أوبن فلاش الحد الأقصى 10 ثواني. هنا كتب لي القصة، قال لي الشخصيات الرئيسية حسب طبعا ما شات جي بي تي بيحفظ البيانات: ماجد ومحتز. آخر قصة عملتها أنا. اداني المشهد الأول، القصة اسمها مشروع العمر، والمشهد الثاني افتتاح المشروع، والمشهد الثالث الكارثة. أنا هنا يلا ماشي علي البرومتات للشخصيات الرئيسية. في ناس كثيرة بتغلط، بتقوم بتشيل على كده، بتمشي تعمل فيديوهات، فبالتالي بتغير الملابس وبتغير الحاجات. بقوم بكتب له اكتب لي برومتات الشخصيات الرئيسية عشان يديني برومتات جاهزة. زي ما شايفين جاب لي البرومتات الكاركترات 2، كاركتر 1 ماجد، كاركتر 2 محتز. هاخد البرومت نسخ من العلامة دي زي ما عملت لكم لا بالإشارة. والآن حامشي على متصفح جوجل كروم أو أي متصفح، على بحث جوجل فوق في جوجل، أو أكتب URL. حكتب فلو اللي هو موقع توليد الصور والفيديوهات. FLOW FLOW. فقط بالطريقة دي حيفتح معاي موقع فلو بالصورة دي. حاضغط على 3 الشرطات فوق، حاختار حيكون العرض مصمم للكمبيوتر عشان أقدر أتعامل مع الموقع بصورة سهلة. حاختار أول خيار زي ما شايفين جوجل فلو AI Creative Studio for Video and Image. حاختار بالطريقة دي، حيفتح معي بالطريقة دي مباشرة بالإيميل المسجل أنا على جوجل. وزي ما عارفين إيميلات جوجل مجانية، تقدر تعمل حتى 20 إيميل. بيفتح معاي بالصورة دي. إذا ما فتح معاي بالصورة دي حيطلب معاي خيار الإيميل. حضغط على الإيميل اللي أنا مسجل به في جوجل، حيفتح معاي مباشرة. حاختار مشروع جديد زي ما علمت عليكم بالصورة دي، مشروع جديد. هنا في الأسفل زي ما شايفين عندنا أداة نانو بنانا 2 ومجانية، ومعاه أداة نانو بنانا برو برضو مجانية. هضغط عليه عشان أعدل التفاصيل. زي ما شايفين حاليا في الفيديو حاقوم أغيرها للصورة. إذا لقيتها في الفيديو حاختار مقاسات 9:16 إذا كنت حانشر الفيديو في الريلز في الفيسبوك أو في التيك توك. وحاختار 16:9 إذا كانت مقاساتي لليوتيوب. وهنا للناس اللي حابة تنشئ أفلام وتعرضها في اليوتيوب عشان تربح منها، اختاروا مقاسات 16:9. أنا حاختار 9:16 لأنه بعتمد على التيك توك وريلز فيسبوك. حاختار هنا بالأصفار، حاختار 4 صور عشان يديني 4 خيارات من الصور. فهو مجاني. جوجل فلو في إنشاء صور مجاني 100%. فأنا هختار 4 بالأصفار عشان يديني 4 خيارات. وحاجيب البرومت اللي عملت له كوبي أو نسخ من شات جي بي تي، وحعمل له لصق، وحاضغط على السهم اللي شايفينه ده اللي هو إرسال. زي ما شايفين حولت لي 4 صور. كل صورة حتكون أحسن من القبلة وأجود من القبلة، لأنه موقع جوجل فلو في توليد الصور أو النانو بنانا يعني معروف جدا. زي ما شايفين هنا ودت لي 4 صور، أي صورة أحسن من الصورة الثانية. انت لك الخيار تختار الصورة العايزة. أنا لو علي هختار نمرة 3 اللي فيها شعر دي، لأنه شايفها ظريفة وبتتواكب مع شنو؟ مع الموضة يعني. هختار نمرة 3.
وقعقوق الفلو زي ما قلت لك بيديك خيارات صور لا محدودة يعني. زي ما شايفين انا اخترت دي، حاضغط على تحميل في السهم في الاعلى زي ما شايفين بيجي تم تحسين الجودة 2K، حاضغط عليها تم تحسين الجودة 2K عشان تجيني صورة بدقة عالية جدا. هنتظر الصورة تحمل معاي. زي ما شايفين جاري تنزيل الملف، تم تنزيل ملف واحد. الآن حامشي وأنشئ الصورة للشخصية الثانية. زي ما شايفين الكاركتر الثاني محتز، حاضغط برضو على علامة النسخ زي ما علمت عليكم، حاضغط حاخد كوبي أو نسخ وأجي تاني اضغط على السهم وانتظر توليد الصورة الثانية. زي ما شايفين بيديك 4 خيارات، زي ما قلت لكم أي خيار أفضل من الخيار اللي قبله. أنا حختار برضو نمرة 3. دايما نمرة 3 بتجي ظابطة كده، ما عارف ليه، لأنه شايل عصاية وكده ولابس شال أخضر. حعمل لها تنزيل. إذا واجهتك مشكلة في التنزيل أو يتأخر معاك بالصورة دي، كل اللي عليك تضغط على 3 شرطات بتعمل ريفريش للصفحة وبتنزل معاك بصورة طبيعية. زي ما شايفين إذا تأخر معاك كده، ودي حتواجهك كتير الأخطاء دي، بتضغط على ريفريش من ال3 نقاط في الأعلى، ريفريش بتجي معاك تاني مرة بتنزل معاك بصورة طبيعية، إذا كان في الفيديو أو إذا كان في الصور. زي ما شايفين نزلت معاي مباشرة، تم تنزيل ملف واحد. كده أنا أنشأت الصور للشخصيتين الرئيستين. الخطوة الثالثة أنا حأعمل الفيديو. الخطوة الثالثة والأخيرة أنا حأنشئ الفيديو. حارجع تاني للشات جي بي تي، حارجع للشات جي بي تي وآخد المشهد الأول. المشهد الأول أخده كوبي مع الحوار باللهجة السودانية. زي ما شايفين ضغطة مطولة كده، حاختار الحوار والبرومت الإنجليزي والعربي، حاختارهم كلهم وأعمل كوبي أو نسخ. عملت نسخ، حارجع تاني لجوجل فلو. المرة دي حختار شنو؟ المرة دي حختار الفيديو. من الأسفل حامشي على الفيديو، حختار خيار الفيديو زي ما شايفين ومعلم لكم بالسهم، وانا ماشي معاكم خطوة بخطوة عشان ما تتوهوا. اخترتها، حختار برضو المقاسات 9:16 لانه انا قبيل عملت 9:16 عشان انا مستهدف التيك توك والفيسبوك. حعلم على اومني فلاش او حلقة اصلا اوريدي معلمة، فانا ما حغيرها، هي ده الموديل اللي حنستخدمه في انشاء الفيديو. حنختار 10 ثواني اقصى مدة، وحنختار هنا اكسي 1، حنخليها على اكسي 4 لانه قبيل قلنا دايرين 4 صور لانها مجانية، لكن ده عشان بيستهلك كريدت حختار اكسي 1 اللي هو مقطع واحد فقط. واومني فلاش الخطأ فيه يعني قليل جدا، يعني ما بتحتاج، يعني انت 3 مقاطع في اليوم في الايميل تقدر تعمل ال3 مقاطع بدون اي غلط اذا استخدمت البرومت بالصورة الصحيحة. الان حاضغط على علامة الزائد في الأسفل، حختار الشخصيات الرئيسية اللي في المقطع. يعني أنا عندي شخصيتين رئيسيات أنشأت صورهم، حختارهم هم. أنت إذا عندك 4 شخصيات حتختار ال4 شخصيات، يعني 4 شخصيات ظاهرة في المقطع حتختار ال4 شخصيات. عندك 3 حتختار 3. بالتالي كده عشان تحافظ على ثبات الشخصية في كل المشاهد بنفس الملابس وبنفس الملامح. الآن حعمل لصق أو بيست للمشهد الأول اللي أنا أخذته من الشات جي بي تي، وحاضغط على إرسال وحانتظر يعمل لنا المقطع. طبعا كل المقاطع حتنشئ بالطريقة دي. أنا الآن حانشئ معاكم المقطع الأول، وحأوقف الفيديو أعمل المقاطع الباقية وحاكمل لكم الفيديو، وحاوريكم نهاية الفيديو زي ما قلت لكم كيف تربح من المقاطع دي، وكيف تعمل أكبر كمية من المقاطع دي مجانا. لو عايز تعمل فيلم حتعمله بإذن الله. زي ما شايفين كده المقطع جاهز. الآن المقطع جاهز. يا معتز، أنا زي ما قررت شايفين أفتح مشروع حافتحه وأبقى رجل أعمال. رجل ونسمع أعمال، أنت سوا. ذاتك أمس كنت عامل فيها مزارع وما عرفت تفرق بين البامية والجرجير. المقطع جاهز. حنزله برضو من السهم في الأعلى، وزي ما قلت لكم إذا عمل معاكم مشكلة حتضغطوا على ال3 شرطات وتعملوا ريفريش للصفحة، حينزل معاكم تاني بدون أي مشكلة.
زي ما شايفين نزل معاه، تم تنزيل ملف واحد كده نزل معانا في الاستديو. انا حكمل المقاطع الباقية، حاشي المقطعين الباقيات عشان نعمل لهم دمج. بعد ما انشات المقاطع حنختار الكاب كت عشان نجمع المقاطع، والكاب كت هو برنامج مونتاج مجاني 100%. بعد ما فتحته حاختار نيو فيديو او مشروع جديد. زي ما شايفين بالصورة دي حيفتح معانا المشروع، وحاختار الفيديوهات اللي انشأتها كلها بالترتيب. امسكوا البطيخة، امسكوا البطيخة. خليها تمشي يا أخ، دي أول زبونة هربت من المشروع. وبعد كده تعمل له استخراج وتنشره في المنصات وتربح من خلاله. ودي الخطوة المهمة اللي حوريك من خلالها كيف تربح من المنصات. طبعا منصة يوتيوب عندهم برنامج اسمه شركاء يوتيوب. شركاء يوتيوب ده بتقدر تربح منه إذا وصلت ل1000 مشترك، وصلت ل4000 ساعة مشاهدة. وفي التيك توك عندهم برنامج اسمه برنامج مكافأة المبدعين، بتقدر تربح منه إذا وصلت ل10,000 متابع، وصلت ل100,000 مشاهدة، وإذا كان عمرك فوق 18 سنة. وفي الفيسبوك عندهم برنامج اسمه الربح من المحتوى، وده ما عنده شروط، فقط صفحتك تكون نشطة يعني وطوالي بتنشر محتوى أصلي، فبترسل لك الدعوة اوتوماتيك. إذا عايزين تعرفوا كيف تفعلوا الأرباح في المنصات كلها حسب التفاعل في المقطع ده وحسب الأسئلة، أنا حجاوبكم على أي حاجة.